الجيش من الشعب وللشعب ولصالح الشعب، وإنما بنيناه من أجل إسرائيل ومن أجل ألا يكون لليهود علينا سبيلا. فهل تتصور أن جيشا من هذا النوع تعبنا حتى أوجدناه ينقض علينا ويقتلنا ويضربنا ويسجننا ويفعل بنا ما فعل؟ كما انتقد الشيخ راجح في خطبته عناصر الأمن الذين يتقاضون رواتبهم من ضرائب المواطنين كما قال: وأنتم أيضا ما تسمون بالأمن، أنتم أيضا تستعملون المال من جيوبنا نحن، من الضرائب التي تأخذونها منا. نحن الذين نعطيكم الرواتب، نحن الذين نعطيكم، أنتم لنا لا علينا. ماذا تفعلون؟ ماذا يكتب التاريخ عنكم؟ ضاعت عقولكم مطلقا. أليس منكم رجل رشيد؟ هذا وتظاهر